السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل تفريزات رمضان، وهي هريسة الشطة. زي ما انتم شايفين كده، جايبة كمية حلوة خالص، يعني ما شاء الله ممتازة. هي 6 كيلو. ده هنعمله منيها 3 أصناف. هنعمله منيها هريسة شطة، تمام، وهنعمله منيها بابريكا، وهنعمل منيها شطة. قرون الشطة انتوا عارفينها دي المجففة. هنبدأ ده، هنعمل هريسة الشطة أول حاجة. بص يا جماعه، عايزه اقول لكم على حاجه. انا عملت هريسه الشطه دي كذا مره، تمام. ففي مره انا كل مره بحطها بخزنها في التلاجة. فالمشكله ان انا باخد الكميه حلوه اللي بستخدمها، وبعد كده الباقي الكميه الكبيره اللي انا بعملها صراحه بتفشل معايا. يعني بتتغير طعمها وبيتغير لونها، بيتغير بالذات الاخص طعمها، يعني بيتحمض زي ما بيقولوا كده، تمام. فدي انا ندمت ان انا ما عملتش الطريقه اللي انا هعملها لكم النهارده، تمام. فهي دي الطريقة دي صراحة اللي نجحت، ويا ريت أنا كنت عملتها من زمان وكنت بستخدمها من زمان. فهي سبحان الله يعني جاتت وأنا خطرت. يعني شوف الكمية دي وأنا بقول لكم متضايقة عليها، يعني كل ده اللي هعمله وفي نفس الوقت متضايقة إنها هتخرب معايا في التلاجة، لأن في تلاجات صراحة بتحمض الأكل، يعني مش بتطول في وقت. يعني ممكن تقعد معاكي 3 شهور 4 شهور بتحمض الأكل، يعني بتغير الأكل. فأنا كنت حاطاها الهريسة اللي أنا كنت بعملها في سنين قبل كده، كنت بعملها بكميات كبيرة وبحطها في براطيم كتيرة في التلاجة. فباجي بستخدم اللي بستخدم، وفي براطيم بتلاقاها بعد كده في الفترة الطويلة دي بيتغير طعمه. وأكيد في ناس كتيرة عملت الموضوع ده معايا، عملت معاها الموضوع ده وحصل لها أكيد الكلام ده، وأنا عارفة الكلام ده. فتمام. فدلوقتي نحن عاوزين نخزن الطريقة الصح اللي توجد معاك الهريسة دي. يعني ممكن توجد معاك بالسنة أو السنتين، تمام. فنحن زي ما انتم شايفين كده، عشان ما اطولش معاكم في الكلام، زي ما انتم شايفين ادي اللي احنا الهريسه اللي هنعملها الاول دي. هنعمل هريسه الشطه، هنضربها في الخلاط. شوف نضفنا احنا الرز بتاعتها دي اللي ملهاش اي لازمه، وهنقطعها كده ايه حتت حتت عشان بس تفرم معانا كويس. في ناس بتسلقها الفلفل ده عشان يعني يبقى معاكي ايه، عشان يبقى يعطيكي معاكي يطرى معاكي في الخلاط وتبقى كده سايح. لا انا دي صراحه لان بتنزل، يعني بصي الفايده بتاعت الفلفل هيبقى كده مرضان وملهاش اي لازمه. اما انا كده بحطها بخيرها، يعني بالطازه بتاعتها. اكيد انتوا فاهميني في الكلام ده. فانا بجيب الفلفل بقطعه حتت حتت بس عشان ينفرم معايا بسرعه، وبحط الملح معايا بالمره، تمام. هي انا عارفه كميه الملح مظبوطه، يعني ممكن تحط معلقتين ملح فيها خلطه في الخلطه الاولانيه دي اللي هتعمليها. وبعد كده كميه زيت حلوه، وبعد كده تفرمي الباقي. فاهمين يا جماعه؟ تفرم الباقي وبعد كده تلخبطي ايه الكميه كلها على بعضها، بحيث انك انت حطيت الملح مره واحده. مش كل شويه تحطي ملح وتحطي تاني زيت، لا هي بالمره تحطيها مره واحده في اول خلطه، وبعد كده ايه تقلب الخلطه كلها مع بعض، تمام. زي ما انتم شايفين ادي الفلفل. يا ريت تسمع الفيديو للاخر، هو فيديو صغير مش كبير، بس عشان تعرف السر اللي هيخلي معاكي الهريسه دي اطول مده، ممكن تقعد معاكي بالسنه او السنتين، تمام. زي ما شايفين احنا الوقت بنقطعها خالص الهريسة. الفلفل على فكرة يعني هو صراحة ما شاء الله، انا من ساعة ما باخد حطها برطمان في التلاجة، فكل اكل انا بحتاج فيها هريسة فدي بستخدمها دي زي الفل. وبعد ما بخلص البرطمان باخد امليه تاني من الكمية اللي انا دساها وحافظاها الحفظ السليم اللي يقعد معاكي السنة والسنتين. بس يا ريت تقعد معانا الفيديو للاخر. شوف انتوا زي ما شايفين الملح انا بحطه بالمرة، يعني في اول مره وبعد كده خلاص على كده. يعني ادي شايفين كميه الملح حلوه، حطيت معلقتين وشويه زيت معايا، لان انا عارفه الكميه اللي انا هحطها هي دي يا دوبها الملح بتاعها مظبوط. انا ولا عايزه اكتر قوي ولا عايزه اقلل، بحيث ان انا لو احطها في اكل والاكل فيه ملح اكيد يكون الاتنين مظبوطين مع بعض، عشان الاتنين ما ياثروش على بعض. ادينا انا هضربها في الخلاط. بص يا جماعه، يعني انا والله ما هشكر في نفسي، بس والله والله يا جماعه اي حد صراحه، اي حد معايا في قناتي ولا اي حد بيشكر في اكله بيعرف ايه الاسرار بتاعتي، يعني صراحه معجب بيها. ده هنعمل هريسه بالشطه بالثوم والخل. ليه؟ لان انا الهريسه دي اللي انا محتاجاها دي بتاعت سمك، تمام. دي خلطه السمك دي احلى سمك انت عاوزه تعمليها مشاوي او فراخ،
دي تحطي الهريسه تكوني انت عامله فلفل مع توم مع خل والملح بتاعها المظبوط التمام، وده تكيسيه وحده تخليه بس للمشاوي والاسماك. خلاص. ده البرطمان اللي انا زي ما قلت لكم عليها، ده خلطته بالثوم وبالملح، وده حطيته في ايه، في البرطمان. ده غطي البرطمان كويس، وبعد كده اروح احطه في التلاجة، بحيث ان انا كل ما احتاجه في الفراخ المشويه او الاسماك بتاعتي سواء كانت جاليه او شوي، فده احطه فيه، وبعد كده احطه في التلاجة واقفل الغطا كويس واحطه في التلاجة. ده اول حاجه انا عملتها. بعد كده هنعمل ايه تاني يا جماعه؟ هنعمل هريسه برضو، ان احنا مش هنبطل. انا في نفس الوقت بختار، يعني انا بختار موضوع البابريكا، ان انا بختار منها الفلافل الاحمر الطويله الكبيره الضخمه، مش الطويله دي. يعني زي ما انتوا شايفين هنا ملخبطه الدنيا، يعني ايه، في فلافل طويله وفي فلافل تخينه، يعني فانا بختار الحاجه اللي تنفع مع ايه، مع البابريكا. تمام. فانا هجيب الصاجه بتاعه الفرن يا جماعه، زي ما انتوا شايفين جبت الصاجه بتاعه الفرن، واخترت انا الفلفل الاحمر اللي هينفع مع البابريكا. خلاص. يعني ان احنا جبنا الفلفل الضخم ده اللي بيقولوا عليه بارد، بس هو صراحه فيه بارد منه وفيه مشطشط. تمام. فاللي اخترنا منه ده الفلفل العريض ده او السميك، عشان ده ينفع معانا. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنجيبه احطه انا في الفرن يا احطه في الشمس، زي ما قلت لكم كل واحد اللي متوفر معاه. لو في الفرن تعمليه على نار هاديه جدا جدا جدا، او لو كان في الشمس تحطي فيه فوق المكيف او في البلكونه في مكان يكونش فيه اي حاجه، وتحطي فيه فوقيه مصفى بحيث يكون منفس من كل حته، وبحيث ان الشمس تدخل ايه فيه. ده يقعد على الاقل ده اسبوع في الشمس او في الهواء، بحيث ان ايه، ينشف معاكي. وبعد كده تضربيها فين، في الخلاط. ادي بقى السر بتاعنا. بص يا جماعه، زي ما قلت لكم ده الكياس بتاعتنا، السر بتاعنا في الموضوع ده ازاي، ان انا حطيته في برطمان زي ما قلت لكم، او مش عارفه فاكراش قلت ولا ما قلتش، بس يا جماعه يعني معلش الذاكره حلوه خاص بالنسبه لي. فانا حطيته في قبل كده خزنته هرسه الشطه دي في التلاجة في برطمان كبير. فصراحه فشل معايا، ليه؟ لان طول معايا، يعني هو البرطمان عملت كميه كبيره خالص، فبدا نص البرطمان معايا بدا يغير ريحته، تغير والطعم يغير، فروحت رميت نصه رغم ان انا كنت صارفه عليه مكلفاه، فنصه ضاع مني رحت اضطريت اني ارميه. اما ده ايه اللي حصل، ان انا وبسجل معاكم ده خطرت في بالي زي ما عملت في موضوع البطاطس. يا ريت يعني لو حبيتوا انتوا تشوفوا موضوع البطاطس ده برضو محدش عملها خاص في اي قناه على اليوتيوب، هتتلاقوها في اللينك في الوصف، في صندوق الوصف. فده انا عملت ايه، مسكت الهريسه، خدت البرطمان زي ما انتوا شفتوه حطيته في التلاجة، لان ده الكميه دي هتخلص معايا، يعني ممكن تقعد معايا 15 يوم حلوه خالص، او تقعد معايا 10 ايام. بعد كده رحت دول مسكت باقي الهريسه اللي انا عملتها دي كلها، الكميه دي اللي انتوا شفتوها دي حطيتها برضو فين، في اكياس. خلاص. زي ما انتوا شايفين منظر الكياس، جبت الكيس وخدت الكميه اللي انا ممكن ده هفضيها، يعني كل ما يخلص البرطمان هاخد كيس وافضيه في البرطمان، يبقى هاخد الكميه اللي انا هتقعد معايا دي اسبوع او ايه 10 ايام. وزي ما انتوا شايفينها جفلتها برضو بمكوه الشعر. بصوا يا جماعه، زي ما قلت لكم انا عارفه رغيت معاكم كتير وحكيت، بس والله انا بحاول اوصف لكم الحكايه بالتفصيل الممل، يعني انا عارفه هتتضايقوا من الربط ده كله ده، بس انا عاوزه اوصلها لكم بالطريقه السليمه، التخزين السليم اللي مش عاوزه تخرب صراحه معاكم، لان انا خربت معايا كذا وصفه، فهي الوصفه السليمه اللي طلعت معايا هي النتيجه الصحيحه، ان انا امسك الكميه اللي انا محتاجاها كد البرطمان اللي في التلاجة، اخد كيس واحطه في التلاجة واكيسها. زي ما قلت لكم مكوه الشعر دي سهله جدا، انت اكيد في اي بيت، كل بيت ليه مكوه شعر او مكوه المكوه بتاعه اللبس. المهم تحاولي انت تغلفيه او تغلفيه التغليف الاعتيادي، زي ما احنا بنربط الكياس العاديه، على حسب كل واحد ايه معرفته بربط الكياس. تمام يا جماعه. فهنحطوه في الفريزر ونطلع كل كيس، كل ما نحتاج كيس هريسه نطلعها. تمام، عشان ما تخربش معانا الهريسه في التلاجة. وزي ما قلت لكم بعد ما هينشف الفلفل في الفرن او اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في البلكونه، بعد ما ينشف بعد اسبوع ناخده ونحطه في الكبه معانا ويتفرم خالص، وهنعمل منه البابريكا، هيطلع لك احلى بابريكا. تمام. اوعي الفرن معاكي يعني تسخنيها على الاخر ويتحروج منك.
بصوا يا جماعه، زي ما قلت لكم البابريكا دي يا ريت يعني ايه الفلفل ده ما تزودوش عليها النار، لانها لو دخلت في طعم انها اتحمرت خالص في الفرن يعني هتتحرق، يعني هتبقى مدخنه، فهي هيضيع معاكي طعم ايه التدخين فيها ده، طعم البابريكا، فهيعطيكي طعم زي مدخن. فيا ريت نحاسبه على النار خاص ونخليها نار هاديه جدا جدا جدا، خلاص، عشان يعطيك اللون الحلو الممتاز الاحمر. تمام. فانصحك انا ايه كمان، لو ما تقدرش تظبط يدك في النار خليها على في الشمس. تمام. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بس يا ريت يا جماعه ما تنسوش كمان التفريزات بتاعه رمضان بتاعه البطاطس اللي انا فرستها دي، هحطها لكم في صندوق الوصف. دي ما شاء الله برضو سر، ده من الاسرار البطاطس اللي محدش عملها قبل كده في اي قناه من قناه اليوتيوب. فيا ريت لو حابينها تشوفوها، فيا ريت ايه هتلاقوها في صندوق الوصف. تمام. يلا ان شاء الله تعجبكم يا رب، ويعجبكم على الفيديو كله كده الفيديوهات، ونجتمع على احسن